احنا كل ده بنشتغل جوه البيت، لان هيجي مرحلة ولازم نشتغل في الكلية جوه المطبعة. ده الجزء التاني والاخير من التوتوريال بتاع الحفر الغائر، بالنسبة انكم تكونوا عارفين بنسبة كبيرة ازاي تحفروا وتطبعوا بكل سهولة. لكن طبعا في تقنيات تانية هعملها لكم فيديوهات منفردة. المرحلة اللي عليها الدور هي ازاي نشف التصميم على الزنكاية. هنحط عادي الورقة اللي احنا رسمينها على الزنكاية بالوش، وهنشخبط في ظهرها، وبكل سهولة هتلاقوا الخط بتاعكم اتطبع على المادة العازلة اللي هي السيدون. الموضوع في انك تنقل تصميم بسيط جدا. وطبعا لو طبعتها في مكتبة، امشي على الخط عادي من الوش اللي انت رسمه عادي، بعد كده اقلبها واعمل نفس الحركة اللي انا عملتها دي، اللي هو بتشخبط في ظهرها، هتلاقي التصميم اتطبع. تاني خطوه بقى هي الحفر. بنجيب القلم السكرو ده وبنحط فيه السن بتاعه، احنا مش شايلين السن، وبنحط ابره خياطه وبس كده. بنحفر ايتشنج بقى، كل التصميم بتاعنا بنحفره. وطبعا في تقنيات تانية بنحفر بيها، هعمل لكم فيديوهات منفرده زي ما قلت لكم، لكن انا هدفي ان انتوا تفهموا بس الحفر والطباعه بشكل عام، حتى لحد ما اعمل لكم بقيه التقنيات. فكره الحفر على الزنك انكم كانكم بترسموا بالقلم الرصاص بالظبط، بس كده. العلبه دي كانت مهمه جدا في رحلتي، لان انا بسافر وكده، فطبعا الزنكايه لو لزقت في حاجه، خصوصا ان هي كده لسه ما اتحفرتش، احنا حفرنا بالابره، لكن لازم ننزلها الحمض عشان تتحفر. فطبعا لو في ورقه لزقت فيها وهي في الشنطه بتاع كده، يعني الموضوع مش هيبقى لطيف يعني. فكده احنا وصلنا الكليه، لان دي بقى المرحله اللي عليها الدور في الكليه، هي الحمض. بفكركم في ان الحفر الغائر جاي من اسمه، اللي بتحفروه هيطلع لونه اسود، عكس الحفر البارز اللي بتحفروه بيطلع لونه ابيض. الحمض احنا مخففينه 12 كوبايه ميه قصاد كوبايه حمض واحده بس، وده طبعا على حسب قوه وتركيز الحمض. انا سبت الزنكايه في الحمض لمده ربع ساعه، وده طبعا زي ما قلت لكم برده على حسب قوه وتركيز الحمض، هي عمليه نسبيه يعني. بعد كده بشطفها بشويه ميه، وامسح بقى بالبنزين كل الماده العازله، لان كده اتحفرت لي خلاص. زي ما انتم شايفين هي الخطوط دي كده محفوره، يعني لو جيت اعمل بالحبر هتطبع عادي. دي بقى التقنيات اللي كلمتكم عنها، دي تقنيه اسمها سوفت جراوند. زي ما قلت لكم هعمل لكم ده قدام في فيديوهات منفرده. ودي الافونيا، انا طبعا مش متوضحها بشكل كافي في الفيديو ان انا اشرحها، فعشان كده بقول لكم هعملها لكم فيديوهات تانية. كده بعد ما خلصت كل التقنيات تقريبا اللي انا عايز اعملها في المشروع ده بالذات، فاللي عليه الدور ان انا اطبع الزنكايه. طبعا بنفضل نعمل تيستات لحد ما نتاكد ان احنا كده حافرين زي ما احنا عايزين بالظبط، ده موضوع تاني يعني. اللي بنعمله بقى ان احنا بنجيب ورقه تيست او فاينل على حسب انتوا هتعملوا ايه، بتبلوها كويس في حوض نضيف فيه ميه نضيفه، وبتنشفوها بورق الجرايد تنشيف كويس. وبعد كده بقى نيجي للخطوه اللي على الدور ان احنا نحبر الزنكايه. بنجيب كارنيه او كارت قديم وبنحطه في الحبر، وبنقوم ماشيين على الزنكايه زي ما انتم شايفين في الفيديو كده، وبنشيل الحبر الزياده برضو بالكارنيه ونسيبه على جنب، ونبدا في عمليه التشييش. التشييش ده جاي من الشاش المنشي. بنكور الشاش المنشي ده كده، وبنمشي بحركات دائريه، اللي هو انت زي بتعبي المسام اللي انت فتحتها اللي الحمض حفرها، بتدخل الحبر جواها. وطبعا كل الحبر اللي فوق ده زياده، فانت برضو بتشيله بالشيل المنشي. زي ما قلت لكم احنا بنبقى بالين ورقه اوريدي ونشفناها، وبتيجي هنا دور بقى الطباعه. وبس كده، بتحطوا الزنكيه الاول على السلندر، وفوقيها الورقه اللي هتطبعوها، وبتحطوا السلندر تاني، او بتحطوا ورق جرايد الاول، دي حاجه ترجع لكم. بعد كده بتحطوا اللباد، وتقوموا ممررين السلندر، هتلاقوا الورقه طبعت معاكم. وطبعا هتشوفوني هنا في الفيديو وانا اللي انبهر على وشي ان انا هعيد الطباعه تاني. هتعيدوا كتير طبعا في التستات والطباعه، ممكن تعملوا 7 نسخ ما تعجبكوش غير نسخه واحده في الاخر. انتوا الموضوع برضو مش هتبقوا مستوعبينه بنسبه 100% غير لما تجربوا. بس انا حبيت من خلال الفيديو بس تكونوا فهمتوا شويه الحفر الغائر عباره عن ايه، وازاي تتعاملوا مع الزنك. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. لو المحتوى عجبكم يا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتبعتوا الفيديو ده لاصحابكم عشان كلكم تستفادوا. واتمنى يكون الفيديو عجبكم. طبعا بعتذر عن التصوير، انا صورت على قد ما اقدر لاني كنت بعمل مشروع في نفس الوقت. فبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي. وطبعا الانستجرام موجود لو حد عنده اي استفسار عن اي حاجه. ولو ما اتفرجتوش على فيديو الادوات والجزء الاول من الحفر الغائر، روحوا اتفرجوا عليهم، بعد كده تعالوا كملوا الجزء الاخير ده.